السلام عليكم ورحمة الله. زي ما انتم شايفين كده دولت كنبتين. طبعا كنبتين ليهم سراير. ده سرير، ماشي، ده سرير. طبعا هما كنبتين، لكن العميل كان عايز الناحية ديت من غير دراع لغرض ما في دماغه، هو عايز يعمل كده، مش ركنة يعني. دولت دي كنبة دراعين. طبعا ده السرير. طبعا ده السرير مش ميكانيزم اللي هو بيطلع فوق يبقى بسوى الشلتة اللي فوق. لا، الشلتة اللي فوق هي اللي بتنزل تحت، يعني زي كده، ماشي. الشلتة اللي فوق ديت بتنزل تحت، تبقى بسوى اللي تحت خالص، اللي هي دي، ماشي. طبعا السرير بينزل يطلع خالص، ماشي، وديت بتنزل تحت كده، بتكمل بقية السرير. بيبقى تقريبا 140 سنتي العمق بتاعه، والطول بتاعه تقريبا 180 او حاجة و80، على حسب الطالب المقاس بتاعه، عايزه 180، عايزه 90، 190 من جوه عايزه مترين من جوه زي ما هو يطلب، ماشي. طبعا ان هو في عجل، وفي عجل في الجناب، ماشي. يعني مش معمول عجل هنا بس، لا، في جناب عامل العجل عشان ما يعضش في الخشب وبعده، ماشي. طبعا هنا الخامات زي ما انتم عارفين ما بيشتغلش الا بالكثافه 45. ده سفنج هايبر، ده كثافه 45. دوت الشيلات ديت معموله فايبر صافي هولو، ده انضف حاجه في السوق، ماشي. طبعا بيبقى فيه عبك من الداخل زي ما انتم شايفين كده، والسوست والحاجات دي كلها طبعا من انضف الخامات اللي في السوق. والقماش اللي بيسأل على القماش، ده قماش كتان، ماشي، بيبقى نفس الريجة ديت كده، ماشي. وفي الوان تانية غير ديت زي كده، يعني ده لون وده لون، ماشي. ده حاجة فاتحة وده غامق، ففي الوان ياما منه. وده كان نهاية الفيديو. واللي مشتركش يشترك، واللي ما عملش لايك يعمل لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.